والله شوف، يعني لازم يحجز مكانه. يعني الجيل الذهبي انا وصلت، صعب اني احصل مكان داخل جاسم يعقوب، علي الملا، فتحي كميل. شلون تاخذ مكان داخل بينه؟ لازم تكون انت قد المسؤوليه هذه وتاخذ فقره وتدش فيها. انا يعني عملت المستحيل عشان اكون متواجد بين هالاساطير اللي موجوده كانت. سياسة المنتخب بالاعتماد على اللاعبين الصغار، هل هي أتت بثمارها باستبعاد؟ لا والله، لا، كلام كلام ماخوذ خيره. انا اشوف اللاعب اللي جاهز بالدوري واخذه. يعني اكون اللاعب الجاهز. انا محتاج لاعب يوصل لي كرة، ماكو واحد لاعب يوصل كرة حق المهاجمين، وهذه مشكلة. تعودنا احنا عندنا صناع لعب في سنوات مضت، في عندنا لاعبين كرة ما تطلع من اللاعب وتوصل للاعب الصح، وهذه مشكلة المدرب ومشكلة الاتحاد فيها. وبالتالي بدر المطوع ضرورة بالمنتخب. أنا طالب إنه يكون نص ساعة يلعب. شنو يعطيك نص ساعة كرة يستلمها ويباصي ويسجل منها هدف؟ أنت محتاج بدر يكون موجود على الأقل مباراتين. يعني المباراتين الجاية الهند ويا أفغانستان لازم يكون. اوكي، السلام عليكم. احنا في حفلة يقيمها الشيخ ابو تركي احمد اليوسف تكريما للاعب الكابتن بدر المطوع، وحضور نخبة كبيرة من الرياضيين والكباتن والاصدقاء القدامى. فعلا يوم مميز، يوم جميل رائع. نلتم فيه في ديوان اليوسف الصباح. نشكر ابو تركي الشيخ احمد اليوسف على هذا الحفل، واعتقد التكريم لابد من لأي لاعب، لأي إنسان، لأي شخص يقدم في حياته ويحقق إنجاز. اليوم تكريم بدر المطوع أعتقد يستحقه، كونه هو نقول إحنا عميد الهدافين في تاريخ الكرة الكويتية. نتمنى طبعا إن نشوف لاعبين كويتيين كذلك بهذا المستوى، واللي أهم من هذا أن إحنا لقينا ناس من زمان ما شفناهم للأمانة. وأنا سعيد جدا في هذا الحفل والتكريم. ومرة ثانية وأخيرة أقول لأبو تركي مشكور على هذا الحفل اللي جمعتنا فيه في هذا الشهر الفضيل، وكل عام والرياضيين والشعب الكويتي بخير. تحياتي. سعد الله مساكم جميعا، والله يتقبل منكم صالح الأعمال. في البداية نود أن نشكر الشيخ أحمد اليوسف الصباح على هذه الفرصة اللي خلقها لنا حقيقة لتكريم اللاعب بدر المطوع، اللاعب المجتهد، لاعب دولي وصاحب الرقم القياسي، وبوجود ثلة من المجتمع الرياضي الكويتي وأيضا من السفراء ومن الأخوة العرب. والحقيقة نعتبر اليوم يوم جميل وأمسية جميلة بوجود هالنخبة من الرياضيين اللي أعطوا للرياضة الكويتية، أو نقول كرة القدم الكويتية، منذ سنوات حتى وصلنا إلى كأس العالم في مرحلة من المراحل. ونتأمل خير إن شاء الله من الشباب الجدد، ونتأمل أيضا أن نرى منتخبنا الوطني موجود على الساحة في البطولات القادمة إن شاء الله. وأكرر شكري وتقديري حق الشيخ أحمد اليوسف على جهده وعلى تفضله بهذه الأمسية الجميلة، وشكرا لكم. الرحمن الرحيم. طبعا نشكر أخونا أبو تركي الشيخ أحمد اليوسف على هذه الدعوة وعلى هذه البادرة بتكريم بدر المطوع. وطبعا الجمعة هذه نشوفها الرياضيين لمدة مو شايفينهم، واعتقد ان بدر المطوع يستحق هذا التكريم. لكن كنا نتمنى شيء، انا اقول بدر المطوع مو محظوظ، لو كان مع الانجازات افضل. يعني لو كان تكريم شخصي لا اوكي شيء جيد، لكن لو مع الانجازات، لكن المجموعه اللي طلع وياها لو طالع مع مجموعه مع الانجازات وهذا فيصير افضل. يعني لعب مباريات كثيره واهداف وكل شيء، بس معاه الانجازات الافضل. يعني تقول مع جاسم يعقوب، فيصل الدخيل، فتحي كميل، عنبري، سعد الحوطي، تشوف هذيله مع الانجازات فكانت وايد افضل. هل الوقت لعوده بدر للمنتخب؟ لا انا ما ايد. انا اقول النادي اوكي، بس المنتخب انا اقول صعب، لانه قاعد طلع لاعبين الحين وهالامور هذه. فاعتقد انه
نعطي فرصه لكون لنا فريق للمستقبل.